هو ايه اكتر حاجة ممكن تزعجك في يومك اكتر من ان تكون ريحة الفم عندك مش لطيفة؟ طيب تعالى وانا اقولك على حل لطيف. ب10 جنيه قرنفل من عند العطار، بس ما تقللش عن ال10 جنيه لان الكيلو غلي دلوقتي. لو قللنا عن ال10 جنيه العطار شخصيا هيدعي علينا. وكوباية مية مغلية. هنجيب بقى المية المغلية ونحط فيهم حبات القرنفل، وهنغطيها بأي حاجة، سواء طبق سواء ورقة كراسة أو أي حاجة، بحيث إن القرنفل ينزل الزيوت بتاعته مع المية المغلية علشان نستفيد منه. وآدي الوصفة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده لون المية اغمق من بذور القرنفل، لأنه نزل الزيوت بتاعته، وده المطلوب، لأن احنا محتاجين البذور دي تنزل الزيوت بتاعتها. كل اللي هنعمله إنك هتمضمض بقك مرة الصبح ومرة بالليل، وينصح بعد غسيل الأسنان. وبجانب ان الوصفة دي بتخلصك من ريحة الفم الكريهة، الا انها بتخلصك من حاجات كتير تانية، من ضمنها انها بتخلصك من 700 نوع بكتيريا بتأثر على اللثة والفم، بتسكن اللثة وخصوصا بعد خلع الضرس. وبيعمل حاجة تاني، الأطفال اللي لسه بتسنن، فانت ممكن تجيب بذور القرنفل وتغليها مع زيت جوز الهند، والمستخلص نفسه بتحطه على اللثة بتاعتهم، بتخفف من الآلام لما بيكونوا بيسننوا. وبينظف الأسنان من الجير اللي تقريبا معظمنا بيشتكي من الموضوع ده. عرفتوا بقى ان الوصفة دي اختراع، انا شخصيا جربتها وانصحكم انكم تجربوها. ولو عجبتكم المعلومة دي ما تنسوش